السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الأيام بالصحة والعافية. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة الكحك الدايب زي ما انتم شايفين. طريقته سهلة وبسيطة والمقادير مش معقدة خالص. ان شاء الله نعمله بطريقة بسيطة. طعمه كان خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القطة بتاعتي، معلش. ناكل بقى الكحكاية مع كوباية شاي كده محترمة، ونبدأ نجهز حاجتنا. عندي كمية من البلح زي ما على قد ايديكي. عندي كمان كمية من الملبن، انا اسفة، على قد ايديك. هنفصصه كويس طبعا، وكمان هنحط عليه هنا دي كمية من اللوز، ممكن تستغني عنها وتجيبي كمية من السوداني، مفيش مشكلة. الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. طريقة تفصيص اللوز من الطريقة ديت: بنحط على اللوز بعد ما نكسره شوية من المية السخنين، هنشيل القشرة، ندخله الفرن يتحمص، نطلعه من الفرن نحطه في الكبة يتفرم بالطريقة دي. هنضيفه للبلح، وهنضيفه كمان للملبن، وهنحط عليهم قطعة من السمنة البلدي او من السمنة العادية، مفيش مشكلة برضه. طبعا كان الطبق صغير، بس ايه يعني، الدنيا مشيت. بعد كده هجيب كمية من السمسم. السمسم ده طبعا انا منقياه ومخليه زي الفل، هو سمسم ابيض. وهضيف كمان على البلح نفس الطريقة. عندي هنا كمية من السمسم المطحون، دي هضيفه على الدقيق. بعد ما ابدا اعجن العجينه بتاعه البلح ديت، هضيف لها معلقه من السمنه. بعد ما حطيت لها السمنه كورتها بنفس الطريقه دي عشان اسهل على نفسي وانا بعمل ايه الكحك. ابدا اعمل الكحك، لان بعد العجن على طول لازم ايه اشكله. عندي كميه من الدقيق 2 كيلو ونص من الدقيق بالظبط. فكري معايا وافتكري معايا، 2 كيلو ونص من الدقيق بس، مش اكتر من كده. هحط عليهم علبه سمنه روابي من الكبيره، بس مش حاطه حاجه تاني. اما بالنسبه للسمنه انا مش هقدحها خالص، انا هحاول اسخنها بس تبقى سخنه وليست مقدوحه. وانتوا هتشوفوا انها ما اتقدحتش لما احط السمسم، مش هتلاقوه ولا بيفور ولا بيعمل اي حاجه. انا حطيت تقريبا كوبايه من السمسم المطحون، مطحون كويس جدا، لان ده بيخلي ريحه الكحك في منتهى الجمال. اهو السمنه مش مقدوحه. ولو كانت مقدوحه لما اضيف السمسم هتعمل شويه فرقعه كده، لكن لا، هي بصوا، هي ما عملتش اي حاجه، هي سخنه فقط. هضيف هنا باكو بيكنج باودر، اتقطع مني بس انا حبيت احط لكم صورته عشان ما تنسوش. باكو من البيكنج باودر على 2 كيلو ونص من الدقيق. انا هنا ضفت السمنه بتاعتي بكمان السمسم اللي حطيته عليها، وهبدا اقلب. السمنه طبعا سخنه، محدش يحط ايده فيها خالص غير لما تبرد. هقلبها لحد لما الدقيق يتشرب السمنه كويس جدا. عايزه اقول لكم في كتير من الناس بيسيبوا الدقيق بعد السمنه ما تتشرب كده، يركنوه شويه وبعدين يبداوا يبسوه. وفي ناس بعد البس بتبدا تركنه على جنب وتسيبه نص ساعه. بكلا الاحوال بيدي نفس النتيجه، مش مشكله، المهم ان انتي تركنيه شويه. بعد ما ركنا الدقيق شويه مع السمنه، خلاص نبدا نبسه البسه بتاعتنا الحلوه ديت، عشان نضيف له كمان الميه بتاعته. هنشوف هياخد قد ايه من الميه. عايزه اقول لكم كميه الميه المطلوبه لكل كيلو دقيق هي كوبايه واحده فقط. طبعا وعينك ميزانك، لو انت حسيتي ان العجينه محتاجه شويه من الميه كورتيها ولقيتيها مشققه شويه، ممكن تحطي شويه من الميه. يعني الاتنين كيلو ونص دول انا هضيف لهم كوبايتين ونص من الميه. انا هنا ضفت معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، وكمان ضفت معلقتين من السكر، معلقتين كبار من السكر. عندي هنا الميه ضفت ليها ملح، وهبدا اقلب كده الخميره مع السكر لحد بس الخميره مدوبه، اتاكد انها دابت، عشان انا ما اضمنش الخميره دابت ولا ما دابتش لما اضيف الميه كلها. عشان اضمن ان الخميره دابت، ادوبها قدام عينيا في قلب حبه اعمل حفره كده، واحط شويه الخميره مع شويه السكر، واحط عليهم شويه الميه الدافيين، وابدا اقلبهم لحد الذوبان، وبعدين اعجن عجينتي زي ما انتم شايفين. خلاص العجينه اتعجنت.
عايزه اقول لكم بعد اضافه الميه عامله زي القريبه، جميله قوي 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 اهي، طريه وناعمه وسلسه في الفرد اهي. رغم ان انتوا تشوفوها مفروله، ان مجرد ما انتوا بتكوروها بتتكور معاكم بكل سهوله اهي، غير انها ناعمه جدا جدا جدا. احط هنا حته من الملبن، من العجوه اسفه، هبدا اكورها وابدا اعملها بالمنقاش. طبعا انا هلم العجينه بتاعتي كده واغطيها بكيس نايلون عشان ما تنشفش. بصوا رغم انها مفروله الا انها كانت طريه وجميله جدا، وزي ما انتوا شفتوا اول الفيديو قد ايه الكحكايه كانت ناعمه وبتمشي بكل سهوله. انا الفها كده بايديا واعمل فيها زي حفره صغيره كده، واحط فيها الملبن، احط فيها العجوه، ايا كان اللي جاهز والمتوفر عندي. بس يفضل ان انت لما تحطي ملبن تخلي الصاج كله ملبن، لما تحطي عجوه تخلي كل الصاج كله عجوه، بحيث ان كلهم ياخدوا نفس الطريقه في التسويه، ميبقاش ايه ممكن يكون ده بيسيح بدري شويه، ده ما بيسيحش بدري شويه. فانت عشان تضمني جوده الحاجه المفروض ان انت بتخلي الصاج نفس الشكل ونفس الكميه ونفس المكونات. انا نقشتها هنا. طبعا النقش دوت مش عايزه اقول اختياري، دي اذواق، يعني في ناس بتعمل اشكال احسن من اللي انا بعملها ديت. اتمنى ان انتوا لو وصلتوا من هنا للفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك لو القناه عجبتكم. اتمنى ان انتوا تتجولوا كده في القناه وتشوفوا اي فيديو عجبكم. لو عجبكم فيديو اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتدعموني باللايك والتعليق الحلو اللي من ايديكم. كده يكون الفيديو بتاعنا قرب ينتهي. انا كده نقشت، هدخله طبعا على درجه حراره 180 في في الرف اللي في النص اسفه، ويستوي على نار هاديه كده براحته، وان شاء الله تطلعوه. كل سنه وانتم طيبين وما تنسونيش، وشكرا ليكم وسلام عليكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.